السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بامر الله هنعمل رز بلبن، وهوريكم اسراره وتكاته وازاي الرز بلبن يطلع زي المحلات واحسن. هنا يا بنات انا مطولتش عليكم، قلت الميه تغلي بس الاول. ميه عاديه خالص من الحنفيه بتغلي كده على النار، غليت الحمد لله. بصوا كده، ده كده مج يا بنات، ده مج رز. انا الرز يا بنات مش بغسله، بتاع الرز بلبن. ماشي كده، الميه غليت، انا احط المج بس كده. هسيبه يستوي كويس جدا جدا جدا. طبعا مش هطول عليكم الفيديو، هفصل واما يستوي هاجي اوريهولكوا عامل ازاي. شايفين يا بنات؟ انا عايزه اوريكم بس السوا بتاع الرز. بصوا بيبقى ازاي. ده يا بنات الطريقه الصح للرز بلبن، المحلات بيعملوه كده. هو كده مستوي في ميه، يستوي كويس جدا 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 ويطلع النشا اللي فيه زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. بصوا الرزايه دايبه خالص 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 كده يا بنات. المرحله دي هنحط الاول السكر معانا، بسم الله، عشان لو حطينا اللبن السكر بيغمق الرز، فبنحط اللبن في الاخر. صلوا على النبي يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، هو ما شاء الله السكر ابيض، فان شاء الله مش هيغمق، بس برضو ايه، نعمل احتياطنا. دي اول مرحله زي ما انتم شايفين كده، يغلي غلوه. وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي كده. هعمل لكم على التركيه الصح. حط السكر تاني عشان عامله كميه حلوه. صلوا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اعملي اضاءه هنا يا كيدز. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. معانا هنا بقى ما شاء الله 2 كيلو لبن. ده لبن بلدي يا جماعه، ما بحبش الالبان اللي هي المغلفه والكلام ده. وبعدين بجيبه كمان من الناس اللي عندنا اللي هم الفلاحين، مش اي حد يعني. لبن مضمون. كيلو اللبن يا حبايبي بقى ب25 جنيه. مش عارفه بجد احنا هنروح فين تاني، بجد والله. الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهو. شايفين ما شاء الله كده الرز ده يا بنات، زي ما انتم شايفين ما شاء الله. طالما بيغلي كده يبقى هو ده. بصوا اللهم بارك، اللبن ما شاء الله عامل قشطه. بسم الله بسم الله. صلوا على النبي يا حبايبي. لبن بصوا من الاخر زي ما بيقولوا يعني. بس ما شاء الله القشطه بتاعته هو الكسرولة تحفه جدا ما شاء الله. انا مش هطول عليكم الفيديو يا حبايبي. انا حطيت كده اللبن يغلى بس معاه كده، وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو يا حبايبي. حبايبي كده اللبن بدأ يغلى، انا ما سيبوش يغلي كتير عشان القيمه الغذائيه بتاعته. بصوا يا بنات، التركايه والمعلقه اللي هحطها هوريها لكم دلوقتي. ده يا حبايب قلبي الكريم شانتيه. الكريم شانتيه ده بيوديه في مكان تاني خالص خالص خالص. طبعا والنشا برضو، النشا اهو انا هحط معلقه صغيره منه، بس الكريم شانتيه تحفه جدا. هوريكم دلوقتي بسم الله. بيخليه كريمي. هي دي التكايه يا بنات بتاعت المحلات، الكريم شانتيه بيوديه في مكان تاني خالص. هدوبهم في الميه واجيبهم. الرز بلبن بقى براحتكم يا بنات. في الشتاء ده احنا بصراحه بناكله دافي، ما بناكلوش بارد. اللي بقى عايز ياكله ساقع في التلاجة براحته، بس في الشتاء بصراحه لا، انا بحطه بره. هو الحمد لله يعني بيخلص على طول، الحمد لله.
بدوب كده يا بنات الكريم شانتيه، معلقه كريم شانتيه معلقه النشا كويس جدا في شويه ميه بارده. طبعا لازم بيتدوب الاول عشان انت لو حطيتيه كده على السخنه على طول بيكلكع. قلبيها كويس قوي. صلوا على النبي يا حبايبي. بس يا حبايبي انا دوبتهم اهو، دوبتهم عملتهم في الكسرونه اللي كان فيها اللبن. بسم الله بسم الله ما شاء الله. هي دي يا بنات التركات اللي قلت لكم عليها، هتودي لكم رز بلبن في مكان تاني خالص. شايفين كده؟ اللهم بارك. هو غلوه واحده بس عشان ما نفقدش القيمه الغذائيه بتاعه الرز بتاعه اللبن. اسفه معلش. بس ما شاء الله بدأ، بصوا في ثواني كده بيعمل القوام الكريمي اللي احنا عايزينه. بسم الله ما شاء الله. هاتي يا كنزي الفانيليا دي. طبعا احنا معانا هنا يا بنات، انا بحب الفانيليا دي اللي هي السايله، جميله جدا. بس طبعا بعد ما يغلى هحط نقطتين بس من الفانيليا. السايله دي يا بنات جربوها، تحفه جامد جدا، حلوه قوي. صلوا على النبي حبايب قلبي. اهم تكايه في الرز بلبن ان هو ما يقعدش كتير على النار لما بتحطي اللبن، عشان خاطر القيمه الغذائيه بتاعت اللبن ما تضيعش منك. شايفين بدا اهو، بسم الله ما شاء الله، قوام الكريمي. اللهم بارك. صلوا على النبي حبايبي. يبقى المقادير برضو يا بنات هقول لكم تاني. كوبايه رز بتستوي الاول كويس جدا في ميه زي ما وريتكم كده في اول الفيديو. كوبايه الرز بحط لها 2 كيلو لبن، وبعدين براحتكم على فكره، كل واحد حر. حطي كوبايه، حطي كيلو لبن مع ميه، مقدار تاني كيلو ميه، كيلو بدل كيلو اللبن يبقى ميه براحتك. بس يا بنات، والسكر على حسب ما انت عايزه، في ناس بتحبه دلع، في ناس بتحبه مسكر، زي ما انت عايزه حبيبتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، هيطلع معاكي زي المحلات بالظبط. اللهم بارك. معلقه الكريم شانتيه يا بنات بتطلعه كريمي وتحفه جدا جدا جدا. طبعا احنا بنحطش كتير لان احنا مسويينه وعاملين خطوات كويس جدا. طلعنا النشا اللي في الرز الاول لما سويناه في شويه ميه، بتطلعي كل النشا اللي جواه، فما بتحتاجيش كتير ان انت بتحطي نشا او كريم شانتيه. كريم شانتيه ده علشان بيعزز في القوام وبيخليه زي بتاع المحلات بالظبط. هي دي التركيه بتاعت المحلات. بس يا بنات انا مش طول عليه. اللهم بارك. شايفين ما شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله. هو ده القوام اللي انا عايزاه، ولا عايزه خفيف ولا عايزه تقيل. بس كده انا هطفي النار. اللهم بارك. واغرفه. بسم الله ما شاء الله. القوام ده يا بنات بيبقى حلو جدا، بتحطيه في التلاجة او بتحطيه بره، احنا براحتنا بقى، كل واحد حر. احنا عن نفسنا هنحطه بره. القوام ده بيتقل معاك يا بنات، ما يبقاش بقى ايه اللي هو التقيل السمك ده، لا. رز بلبن اللي هو بتاع المحلات اللي هو بياخد وبيدي معاكي زي ما انتم شايفين كده. هغرفه واوريه لكم. اللهم بارك. صلوا على النبي حبايب قلبي. حبايبي كده والحمد لله الرز خلص زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. هوريكم برده الكميه قد ايه. اللهم صل على النبي ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا بنات. بصوا بقى اقل التكاليف عملناه في قلب البيت. رز بلبن زي ما انتم شايفين كده. بصوا الوش اللي عليه الكريمه دي يا جماعه بتبقى عامله زي الكريمه. جميل جدا. ده الكريم شانتيه اللي بيعمل الموضوع ده زي ما انتم شايفين كده. انا بقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا. بصوا ما شاء الله. ده ولسه كمان هو كده لسه سخن، لما يبرد كمان بيعمل الطبقه اللي هي بتاعت المحلات بالظبط. كريم يا بنات والله العظيم جربوه، تحفه جدا. الكريم شانتيه بيوديه في مكان تاني خالص. معلقه كريم شانتيه ومعلقه النشا بتدوبين في ميه بارده زي ما انا وريتك كده. بس كده. و2 كيلو لبن بتملي بيتك كله خير وكله بركه.
ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يا بنات الكميه دي لو اشتريتوها من بره، شوفوا العلبه الصغننه بتبقى عامله ازاي. طبعا انت مش عارفه جودتها ولا عارفه نظافتها. الحاجه في البيت جوسه جدا جدا جدا، وتوفير التوفير. ده بسم الله ما شاء الله. شوفوا الكميه قد ايه، اللهم بارك. برضو هقرب لكم كده، هبعد لكم شويه، بس ما شاء الله. بس يا حبايبي مش هطول عليكم الفيديو. يا رب الف هنا وشفا على اللي شاف، والف هنا وشفا على اللي ياكل. وجربوا الطريقه دي يا بنات، بجد جميله جدا جدا جدا. بأقل من 50 جنيه يعتبر عملنا. بصوا الاطباق دي كلها رز بلبن. لو طلعتي بره هتجيبي 5 علب صغننين جدا ملهمش اي لازمه، بال50 جنيه وال60 جنيه. احنا طبعا ضد الغلاء، وعايزين نوفر ونعمل حاجات في بيوتنا توفر لنا، وبرده ما نتحرمش من حاجه. كل اللي في نفسنا نعمله نعمله، وبأقل تكاليف في قلب بيتنا. مع الف سلامه يا بنات، فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم حبايبي.